أصعب حفلة شفناها وأصعب طلة وأصعب كلمة قلتها يا خطيب. أبعد شوية في رحلة علاج ولا أدري كم عنكم سأغيب. استراحة محارب وبالإشارة يفهم كل لبيب. فحياتي تبدو وكأنها تنوي أن ترحل وتغيب. ألف سلام عليك يا كابتن خطيب يا لعيب. ولما جبت سيرة العمري فاروق وحكيت أنا باللي في قلبك والله حسيت إنك بتستعد لأطول رحلة علاج خارج جدران البيت. أنا من سنة 2023 كان عندي شوية ظروف صحية كده مش أفضل حاجة، وكنت بره مصر ورجعت، وأول اجتماع للزملاء في مجلس إدارة أنا قلت لهم الكلام ده، قلت لهم أنا محتاج آخد أجازة، فأنا بعد إذنكم أنا هبعد شوية، وبعد فترة زمنية هعمل شوية إشاعات تاني وتحاليل أخرى، لو كويس يبقى خير ان شاء الله باذن الله يعني. وربنا اي شيء ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله على كل شيء. كلامك كان بمثابه خنجر في قلب كل محبيك، سهم في ظهر كل واحد شاب ونشأ عليك. بس حتى لو بعدت عن المشهد فتره هفضل فاكرك يا بيبو، مش ناسيك. هتفضل عند مصر كلها ليك، وانت مش مجرد رقم في رئاسه الاهلي، انت رمز وجزء من التاريخ اللي عشناه. محمود الخطيب مين يعوض غيابه وفين زيه نلقاه؟ يا بيبو يا اخوالنا، بيبو اللي لو حتى غاب عن المشهد فترة عمره ما يغيب ابدا عن بالنا. بيبو اللي في زماننا ده بنتحسر انه ما حضروش عيالنا. واضح ان الامر المرة دي جد، واضح ان المرض اتمكن من كابتن محمود وشد، واضح ان الغيبة هتطول وهنتعب من الانتظار ومن العد. ومش سهل علينا والله اننا نشوف التاريخ حلو كده بيتهد. بس يا بيبو والله شدة وهتزول. يا كابتن محمود خلص الاشاعات والفحوصات، حلفتك بالله وترجع على طول، ترجع تملى مكانك ومركزك كأفضل رياضي وأفضل مسؤول، وما تخليش الغيبة علينا تأخر وتطول. ألف سلامة وألف عافية عليك يا كابتن مصر كلها، يا رمز وتاريخ عايش في قلوبنا، أسطورة مجاز زيها، أدب وأخلاق وتواضع ورقي وابتسامة لا تفارق وجهك الجميل. دروس مستفادة من مسيرتك شرف لينا نحكيها لعيالنا جيلا بعد جيل. ألف سلامة يا بيبو يا أبو أجمل طلة وأحلى ابتسامة. الدكاترة قالوا الورم على المخ مأثر جامد على حالتك النفسية والصحية، قالوا الألم صعب ولازم تبعد عن أي انفعالات الفترة دي، ومين غيرك يعوض غيابك وطلتك؟ مين غيرك يا كابتن خطيب يدي دروس في التسامح مع أكتر ناس غلطت فيك وأذيتك؟ يا كابتن محمود اجمد يا بطل وتفاءل خير طول ما ربنا موجود. مصر كلها بتدعي لك تقوم بالسلامة، وللنادي الأهلي من تاني تتواجد وتعود. هو احنا بس تعبنا جدا من حوارك وكلامك الأخير، وكأنه يا بيبو الوداع الأخير. زي ما تكون عارف حاجة صعبة ومخبيها، زي ما تكون الفترة الجاية صعبة وأصعب محنة في تاريخ بيبو ممكن صعب إنه يتجاوزها ويعديها. بس والله مصر كلها بمن عليها ومن فيها، مصر كلها بمن عليها ومن فيها رفع ايدها بالدعاء إن ربنا يكتب ليك النجاة وتمام الشفاء، وتعدي الأزمة وترجع أقوى من الأول بفضل قيوم الأرض والسماء. ودي أقل حاجة ممكن أقدمها لك، شرف كبير إن أتكلم عليك، والحلقة دي مصر كلها بتهدها لك، لأنك علمتنا درس كبير قوي، إن السيرة الطيبة والسمعة الحسنة هي دي الحاجة اللي هتفضل عند الناس بقيالك. يا كابتن خطيب هنستناك، والله هنستناك ترجع من رحلة العلاج بسرعة، وزي ما اتفقنا ما تطولش الغيبة هناك. ومهما غبت عن المشهد هتفضل في قلوب عشاقك ومحبيك رمز كبير، لن نسهو عنك ولن ننساك، لن نسهو عنك ولن ننساك.